يلا بينا على نادي وفندق الأبيض لضباط القوات المسلحة بمدينة مرسى مطروح. هنروح هناك نتدلع أحلى دلع وندخل على أسماك ومشويات كمونة ونطلب كل اللي نفسنا فيه. الفيو على البحر مباشرة، يعني احنا قاعدين كده في وسط الرملة وحاسين بالأجواء المصيفية. قلنا واحد بس في نادي الأبيض في القوات المسلحة ملوش مثيل، وفعلا طعمه في كل حاجة ملوش مثيل. ده الحاجات اللي احنا طلبناها النهارده. انا طلبت مشاوي وطلبت سي فود عشان احنا جروب كبير، وبصراحه ابهرني ان هم بيعملوا الشغل ده جميل جدا في نادي الأبيض بالقوات المسلحه. استنى ان انتوا تجربوا وتكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في كمونة. بس حقيقي كمونة في مطروح حقيقي كمونة واحد بس، وهو فعلا نمبر 1 وهو منفرد وعامل حاجات جميله جدا. واحلى حاجه بقى بنشوفها الفيو اللي احنا نصيحه لكم: احجزوا قبل ما تطلعوا الشط. بعد الشط المطعم بيكون زحمه، احجزوا قبل ما تطلعوا الشط وقضوا اليوم بتاعكم. ولو انتم من خارج نادي الأبيض بالقوات المسلحه عادي جدا تقدروا تيجوا تستخدموا حمام السباحه او البحر، وتقدروا تيجوا تتغدوا هنا عند كمونة حتى لو انتم مش من سكان النادي. تقييمي للاكل كان ممتاز بالنسبه لان انا باكل في مطاعم دايما وفنادق، واقدر اقول لكم الطعم والتست كان ممتاز جدا. السمك بصراحه كان ممتاز، وبيقدموا كمان صواني مشويات بالشكل ده وكفته مشويه، مفيش حاجه مش هتلاقوها. وعندهم صواني بقى كده مكرونات، وعندهم كمان صينيه السمك اللي بالبطاطس. احمد كمونة عامل شغل جامد جدا هناك. بصراحه كمونة من افضل المطاعم الموجوده في الأبيض، واستنوا بقى وجربوا وقولوا لي رايكم في التجربه الممتازه دي. وعايزه اقول لكم على حاجه: لازم تروحوا بالنهار وتستمتعوا باحلى الاجواء في نادي الأبيض، وتجربوا كمان الالعاب المائيه. مش هقول لكم على طعم البوري لان الناس كانت بتحكي وتتحكى عنه، وكانت احلى التجربه عند كمونة في نادي الأبيض للضباط القوات المسلحه.